في قرية هادئة على أطراف مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، عاش الشاب عبد الله علي يحيى عميرة وسط أسرة بسيطة أنهكها الفقر وتعب الأيام. كان الحلم يراوده منذ صغره على أن يغير واقع أسرته وأن يكون لهم باب رزق يفتح لهم الأمل بعد سنين من الضيق والحرمان. ومع قلة الفرص واشتداد الحاجة اتخذ القرار الأصعب في حياته، رحل إلى المملكة العربية السعودية باحثا عن عمل كريم يعينه على بناء مستقبل أفضل له ولأسرته. لكن ما بدأ كحلم بسيط سرعان ما تحول إلى رحلة غربة ومعاناة طويلة. فبدلا من أن يجد نفسه في الغربة ما يسند كرامته، وجد نفسه يعمل راعيا للمواشي في منطقة نائية بلا راتب منتظم، معزولا عن الناس، لا وسيلة تواصل له مع أهله ولا طريق للعودة. ومضت الأيام لتتحول إلى 20 عاما كاملة من الصمت والوحدة والحرمان. في قريته غاب خبره تماما، بحث عنه أهله في كل مكان وسألوا كل من عاد من الغربة، لكن لا أثر، لا صوت ولا رسالة. مرت السنوات ثقيلة على والديه ولم يفقد الأمل. رغم كل صباح كانت الأم ترفع يديها إلى السماء وتقول: يا رب رجع لي عبد الله ولو نظرة واحدة قبل أن أموت. كانت كلماتها تذيب القلوب، وكان الأمل وحده ما يبقيها حية حتى شاء الله أن تتحرك رحمة على يد رجال من أهل الخير سمعوا بقصته وبدأوا رحلة بحث عنه في أرض الغربة. وبعد جهد كبير تواصلوا مع الجهات المختصة في المملكة حتى تمكنوا من الوصول إليه وتيسر أمره، فعاد إلى وطنه بعد 20 عاما من الغياب. يوم عودته كان يوما لا ينسى في بيت الفقيه، حين لمح الأب ابنه من بعيد لم يتمالك نفسه، هرع إليه باكيا وضمه إلى صدره بقوة كأنما يمسك بالحياة ذاتها. أما الأم فسقطت دموعها بغزارة وهي تردد: الحمد لله الذي ردك لي يا ضناي بعد سنين من البعد والغربة. اجتمع الأهل والجيران وتعالت الزغاريد في كل مكان، القرية كلها شعرت وكأنها استقبلت ابنها الغائب. كانت دموع الفرح تختلط بدموع الحنين والوجع. بعد عودته بدأت الجهات المعنية في المملكة بمراجعة ملفه ومتابعة وضعه القانوني والعملي، ليصدر في النهاية حكم عادل يقضي بصرف مستحقاته كاملة بمبلغ 280 ألف ريال سعودي، قيمة رواتبه التي حرم منها طوال سنين الغربة. لقد أثلج هذا الحكم صدور الجميع، لأنه جاء من دولة لا يظلم عندها أحد، دولة تقيم العدل وتنصف المظلوم. فقد خرج عبد الله من الغربة خالي اليدين وعاد إلى وطنه، وقد رد الله له حقه كاملا بكرمه وعدله. وما كان منه إلا أن قال بدموع خاشعة: الحمد لله، ما ضاع عند الله شيء، والله بيض وجوههم، ردوا لحق والله يعزهم ويجزيهم. بعد أن هدأت مشاعر الصدمة والفرح، قرر عبد الله أن يفتح صفحة جديدة من حياته. اشترى بيتا صغيرا لأسرته وساعد والديه، وبدأ مشروعا بسيطا ليعيش بكرامته. ثم أقيم له زفافا مهيب في قريته، حضره الأهل والجيران وغمرت الدعوات والتهاني. كانت تلك الليلة أشبه بعيد وطني صغير في بيت الفقيه، فالفرح كان للجميع والدموع كانت دموع امتنان لا تنتهي. قصة عبد الله ليست مجرد حكاية مغترب عاد بعد طول غياب، بل هي قصة صبر وعدل إلهي لا يخطئ، وإنصاف من دولة تقدر الإنسان وترد الحقوق لأهلها. هي شهادة على أن من يصبر لا يضيع الله صبره، ومن يظلم فالله كفيله. رحل إلى المجهول فعاد مكرما عزيزا، خرج مظلوما فعاد منصورا، وغاب من الذاكرة 20 عاما فعاد ليخلد في القلوب إلى الأبد.